بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق وأشرف المرسلين. معكم مصطفى أشرف مع دورة جديدة في برنامج أفتر إفكت، وسنخصصها بإذن الله للملحق العملاق لشركة فيديو كوبايلوت إليمنت. هذا الملحق يتميز بتعامله مع بتعامله على شكل 3D بكل احترافية، كما أنه يدعم مجموعة من الصيغ لاستدعائها للبرنامج. لكن قبل ما نشرح كما قلت في الشرح هذا الملحق الذي سنخصص له مجموعة من الدروس حتى نفهم كل هذه الأشياء على حدة، دعونا نعرف البيئة التي يعمل معها والتي يتعامل معها هذا الملحق. أولا، الصيغ التي يتعامل معها كما تلاحظون هنا، فيتعامل مع كل نسخ الأفتر إفكت ابتداء من CS3 إلى CC، أي سواء للنظام 32 بايت و 64 بايت، فهو يعمل في كل نسخ الأفتر إفكت، أي لن تكون هنالك مشكلة في الصيغة المستعملة. كما أنه يشتغل على نظام الماك ونظام الويندوز. أما الصور والإيمج التي يدعمها، فهو يدعم الجي بي جي 8 بايت والبي إن جي 8 بايت و16 بايت، وكل طبقات الأفتر إفكت ذات النظام اللوني من 8 إلى 32. كما أنه يدعم مجموعة من الصيغ 3D كالأوبجي فايل وملفات السينما كاد دي ابتداء من النسخة ال12 كما تلاحظون هنا، ومكتوبة هنا أيضا سينما كاد دي ابتداء من النسخة ال12، فهو يستدعي كل الصيغ التي لديها حتى نتعامل فيها في الأفتر إفكت. أما على مستوى الكارت جرافيك، فكما تلاحظون هنا فهو يدعم كل نظام الشاشات سواء للإنفيديا أو الATI، على شرط ألا تكون أقل من 512 ميجا بايت، أي نظام أقل من 512 ميجا بايت فالملحق لن يدعمه. ماذا أيضا لدينا هنا؟ هذا كل ما يتعلق في النظام بيئة والتعامل مع الملحق. كما أنه يتطلب في الرام، على الأقل أن تكون لديك جيجا واحدة في الرام. أيضا هذا الملحق حتى نذكر، نحن سنعتمد على النسخة 1.6 لأن كانت هنالك نسخة من قبل. كما تلاحظون هنا فهناك مجموعة من الإضافات يمكنكم شراؤها، هي النسخة التي ذكرتها لكم سابقا. هنالك مجموعة من الإضافات يمكنكم شراؤها أو تحميلها عبر الإنترنت وإضافتها، ونفس الشيء يتعلق بالملحق، فهو متوفر على الإنترنت أو يمكنكم شراءته من شركة البرنامج. إن شاء الله بعدما رأينا بيئة عمل البرنامج، نعود إلى حتى نلخص الدورة التي منهجية الدورة التي سنتطرق إليها. فنحن لن نعتمد على نتائج معينة، بأننا سنشرح حتى نحترف هذا الملحق ونعرف ونتعلم أي شيء وأين سنجده. سنتعلم أول شيء في درسنا الأول مقرر على السين سيت اب، ثم سنشرح الجروب والانيميشن والورث ترانسفيرم والكوستيوم لاير وغيرها من الأمور. وإلى ذلك الحين أستودعكم الله إلى أن نلتقي مع الدرس الأول.